التلفزيون الحكومي من نقمة موظفيه. ولئن كانت هذه الحادثة توضح مدى الغضب ممن كانوا في صف النظام ضد الثورة، فإنها ليست إلا جانبا من الصورة الكبيرة. كثيرون من نجوم المجتمع في مختلف المجالات كانوا ملء السمع والبصر ويتمتعون بجماهيرية كبيرة، لكنهم اختاروا في لحظة تاريخية أن يقفوا في وجه الثورة تنكيلا وانتقاصا. وحين سقط مبارك لم يسقط وحده، إذ يعاني هؤلاء الآن من نقمة الشارع المصري. ناشطون نشروا على الإنترنت ما وصفوه بقائمة العار، قائمة تضم عاملين في مجال الفن كانت لهم مواقف مناوئة للثوار من خلال تصريحات معظمها موثق. هنا إحدى الممثلات تعرض فكرة للتعامل مع المتظاهرين في ميدان التحرير. أنا الشخصي على هؤلاء أو عن هؤلاء الناس، يعني الناس دي يعني مفيش مشكلة يعني إن حد يولع فيهم صراحة. إيه المشكلة يعني؟ خليهم يولعوا يا أخي. آخرون كانوا يسبحون بحمد النظام ليلا ونهارا. حسني مبارك قائد الضربة الجوية واللي قاعد مع بقاله 30 خلاص ده له استثناء. طيب. مستثنى بإلا. لما أي حد تاني مهما كان جاي بعد حسني مبارك لا استثناء له ولا قيادة تاريخية له وتعملي معاه اللي انت عايزاه. لكن حين انتهى النظام انتهت علاقتهم به. احنا كنا مذلولين يا جماعة، احنا كنا في حالة ذل، لا يمكن هيجي أسوأ من اللي كنا فيه، لا يمكن هيجي ذل ومهانة قد اللي كنا فيها. كان الناس بتتضرب في الأقسام قدام مراتاتهم وأمهاتهم بالجزم. هنا نموذج آخر.